نسمع كده أول مشكلة معانا النهاردة. اتفضلي. مساء الخير يا دكتورة. أنا رغم إن عندي 30 سنة إلا إني اتجوزت 3 مرات، مع إن في ناس في سني لسه متجوزتش أصلا، ولسه بيفكروا يبدأوا حياتهم في الوقت اللي أنا حاسة إن حياتي انتهت. قصتي بدأت بعد وفاة والدي وأنا عندي 17 سنة. عمامي قرروا يجوزوني رغم إني كنت شاطرة في المدرسة، ورغم إن بابا ساب لنا اللي يعيشنا كويس، لكن برضو قرروا يجوزوني. وماما كانت سايباهم ياخدوا قرارات حياتي، واختاروا هما العريس، راجل كبير عاوز واحدة تخدمه وتراعيه، مش عاوز زوجة. صحيح كان حنين عليا وعوضني عن غياب بابا، بس ما كنتش سعيدة ولا مرتاحة، كنت عايشة وخلاص. اتوفى بعد جوازنا ب6 سنين، وبعد سنة قرر أهل بابا يجوزوني تاني من راجل كان متجوز قبل كده وعنده كمان ولاد. كان كل همه يحط ايده على ورثي من جوزي السابق وورثي من ابويا، وبعد مشاكل بينه وبين عمامي لان هما اللي ماسكين كل حاجة طلقني بعد 2 سنين. قلت لهم خلاص مش عايزة اتجوز تاني، لكن كل شوية واحد من عمامي يجيب لي عريس اقول له لا مش هتجوز، لغاية ما اتفقوا على واحد جارنا كان سمعته كويسة وما اتجوزش قبل كده. كان كويس لغاية ما لقاني ما خلفتش بعد سنة من جوازنا، فراح اتجوز من غير حتى ما يخليني اكشف ونعرف اذا كان عندي عيب ولا لا. بعدها اكتشفت اني حامل، بس لما اهلي عرفوا موضوع جوازه غصبوه يطلقني رغم اني كنت متحملة وما اشتكتش. دلوقتي بعد ما خلفت اهلي عاوزين يجوزوني تاني، وانا خلاص قررت اربي ابني وبس، خاصة ان عندي اللي يخليني ما مدش ايدي لحد. قوليلي اواجه اهلي وانفصل بحياتي ولا اعمل ايه؟ انا تعبت. الحقيقة انت اتأخرتي قوي انك تعرفي انك محتاجة تاخدي قرارك بنفسك. القرار الاولاني اللي في سن 17 سنة انا مش هقدر الومك عليه، لان سنك صغير ولسه بتكونيش فاهمة الجواز ومش فاهمة ايه الحياة وايه الدنيا. تمام، ربنا خلاكي تعيشي سنين حلوة او وحشة، لكن عشتيها واصبحتي ارملة. فهنا الجوازة دي كانت كفاية قوي ان لما يقولك تتجوزي واحد تاني يكون لك رأي. انا اللي شايفاه كله جوزوني، قالوا لي ماما، هما. طب وبعدين الزوج التاني انتوا بتسألوش على عرسان خالص ولا انتوا يعني هو اللي بيخبط على الباب بتاخدوه؟ يعني واحد جاي عشان ياخد فلوسك وعشان عارف ورثك. طب احنا بنسألش عن الناس؟ هو لما بيجي يخش بعد اسبوع بنتجوزه؟ طيب لقوه طمعان في ورثك فاتطلقتي منه، حاضر، انا مش عارفه هو اللي طمعان في ورثك ولا عمامك اللي طمعانين في ورثك ولا ايه بالظبط. انا حاسه ان الموضوع فيه حاجه شويه ليها علاقه ماديه باللي بيحصل ده. الجوازه الثالثه الراجل كان كويس بس فجاه عايز يطلقك. انا لغايه دلوقتي انا ما شفتش ان العيب فيكي، بس لما جيتي قلتي كمان هو عايز يطلقك ومن غير سبب، ومش عايز حتى يتاكد انك بتخلفي او لا. ما ده سؤال اساليه لنفسك، هو ليه عشرتك معاه ما غليتش عليه؟ يا ترى لا انا ما عندكيش شخصيه؟ يا ترى مشيانك ورا مامتك واهلك بالصوره القويه دي حسسته ان معهوش حد، انك ضعيفه، ان ملكيش وجود؟ الجوازتين الاولانيين انا ممكن اعديهم انها مش غلطتك، بس صدقيني تتجوزي تاني او لا ده نصيب مع ربنا. بس اللي انا عايزه اقوله لك انت ما ينفعش تاخدي اكشن جواز حد تاني واخد لك القرار، لازم تاخدي قرارك بنفسك. وقبل ما تتجوزي يا ريت تراجعي، انا حاسه ان في مشكله اكيد في علاقتك بجوزك او بجوازك عموما.